اخوتي تبارك الله عليكم، كي عاملين؟ يا ربي نتمنى تكونوا على خير وبخير، يوصلكم هذا الفيديو ان شاء الله يا ربي وما ناقصكم حتى شي خير وعواشركم مباركه باش كتمناو ان شاء الله. اليوم اخوتي كيف كتشوفوا جبت لكم في يدي واحد البسيطلات بواحد الطريقه مختلفه، كنتمنى يا ربي تجربوها وتنال الرضا ديالكم وتعجبكم ان شاء الله يا ربي. كيجيو ما شاء الله هاد البسيطلات كيجيو غزلان، كيجيو بالجمبه والكالامار والحوت والزبيب، كيجيو رائعين بزاف. هاد البسطيلات زعما بصراحه عمري ما شفتي وحده عاملاهم بالزبيب، انا اول مره غادي نعملهم بالزبيب، كيجيو رائعين بزاف اخوتي. وكنقول للناس اللي التحقوا في القناه ديالي كنقول لكم شكرا بزاف ومرحبا بكم الف مرحبا، واللي معايا من بدايه القناه حتى هما كنشكرهم بزاف، كنشكرهم كنقول لكم كنشكركم من اعماق القلب. واللي باغي ما تضغطيش على ديك الزر الاحمر تضغط عليه باش يوصل لها كل جديد ديالي ليلي والاصدقاء والحباب ديالها ان شاء الله يا ربي. دابا اخوتي بلا ما نكثروا ونطولوا في الفيديو نصلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اخوتي نبداو دابا بسم الله على بركه الله في الطريقه ديال التحضير، على بركه الله اخوتي. نبداو على بركه الله في الطريقه ديال التحضير ديال بسطيلات صغارين ديال الحوت. كيف كتشوفوا معايا عندي هنايا الحوت بياض، عندي الحوت بياض، وعندي هنايا الكالامار مقطع طريفات صغار كتشوفوا، وعندي هنايا الجمبه غادي نقشرها بحال هكذا، غادي نقشرها، وعندي تشامبينيونيز، وعندي الفطر الاسود. المهم غادي نبدا نوجد نعدل هادو هما الاولانيين، وعاد غادي نرجع باش تشوفوا كيفاش غادي نعدلوا هادشي. نبداو بسم الله على بركه الله الطريقه دابا اللي غادي نعدلوا هاد البسيطله ديالنا. كيف كتشوفوا معايا عندي هنايا واحد 5 ديال الحبات ديال البصل، قطعت هنا 5 ديال الحبات ديال البصل. غادي نزيد عليهم الزيت ماشي مهم مع الملح، الكميه راه هي ملي غادي نستقطروا بين غادي نطلق التمنه ديالي كيف شفتوا. وغادي نعمل معاهم واحد الورقه زيت ناموسه، وغادي نعملهم يتشحروا دابا، وغادي نزيد معاهم واحد الدريسات ديال الثوم، غير 2 دريسات ثوم لحساب ان الثوم عندي مخلط مع المعدنوس والقزبر. صافي غادي نعملو دابا يتشحر ونرجع باش نكملوا هذا الشيء هذا. صافي غادي نعملهم على البوطه ونخليهم يتشحروا. غادي نغطيها هانتوما، غادي نغطيها ونرجع نوريكم كيفاش غادي نعدل تشرميلات هاد ديال البسيطلات. عندي هادو ديك الرويسات ديال الكالامار قطعتهم هكذا، طحنتو في طحانه غير هذا بالدرع طحنوا ماشي بزاف، منهم حتى شتيتو في الماء، وغادي نزيد نطحنهم غنخليهم شي هكذا. صافي دابا غادي ندوزو نكملوا هادشي. دابا غادي نبداو في التشرميله اللي غادي نشرمل بها الحوت. كيف شفتوا معايا هنايا غادي نعمل واحد المغروفه صغيره ديال الكيمون، مغروفه صغيره ديال الكيمون، ومغروفه صغيره ديال الفلفله حمراء. هانتوما مغروفه صغيره ديال الفلفله حمراء. وعندي هنايا غادي نعمل واحد المغروفه ديال الزريعه ديال القزبر، هانتوما مغروفه صغيره ديال الزريعه ديال القزبر. غادي نضيف لها عاود الابزار. كتشوفوا معايا الابزار هنايا عندي مخلط الابزار كحال وبياض والكركم والزنجبيل مخلط مع بعضياتو عندي انا، غير كيعجبني هذا كنخلطهم مع بعضياتهم. غادي نضيف هنايا واحد المغروفه ديال العطريه ديال البسطيله ديال الحوت. ها نتوما كتشوفوا بسطيله ديال الحوت العطريه المغروفه عملت كبيره كتعطي واحد المذاق زين. عندي هنايا واحد مغروفه ديال القشور ديال الجمبه، مغروفه ها نتوما ديال القشور ديال الجمبه. غادي نضيف له هنايا السوجه، غادي نعمل هنايا السوجه. ها نتوما ها واحد لاصق معاه، ها 2 مغارف ديال السوجه. وغادي نعمل هذا النكهه حتى هو السوجه كتعطي النكهه ديال الحوت. هاد الصلصه هادي ماشي السوجه، الصلصه ديال الحوت. ها نتوما نملعو 2 مغارفات لاصق معاه، ها 2. الناس اللي عايشين هنايا في اسبانيا راه كنديها مع الكامبو هادي. دابا شنو باقي لي هنايا؟ غادي نضيف اللي بقى لي، غادي نضيف هو الملح على حسب الذوق، على حسب هادشي كلشي راه مالح، وباقي غنزيدو حاجات اخرين فيهم الملح. ها نتوما ما عملتش بزاف ديال الملح. دابا اللي بقى لي غادي نعمل
عندي في هاد الردومه هذه كيف كتشوفوا المعدنوس مطحون مع الثوم، معدنوس مطحون مع الثوم. نعمل 2 مغارف. الردومه هذه عندي عاود فيها هانتوما القزبور، القزبور مطحون مع الثوم حتى هو. هانتوما عاود عملت واحد 2 مغارفات. هذه الصلصه اللي غادي نشرمل بها هذا الحوت ديالي. صافي دابا غادي نخلطها. صافي هادو بعد هذا ما خلطتهم مع بعضيتهم. دابا اللي باقي غادي نزيد نضيف هنايا واحد المغروفه كيف كتشوف معايا ديال المطارد. هادو ماشي ياخذ، هذا غادي نعمل هذا، وغادي نعمل واحد المغرفه ديال السحتار. السحتار ديك الرقيق مره خلي مطحون. وعندي هنايا واحد داما ديال كنور ديال الحوت باش ديك الحوت ما كيمشيلوش المذاق ديالو، يبقى نفس المذاق. صافي دابا اللي بقى لي هنا غادي نعصر عليهم واحد نص ليمونه. نجيب الموس باش نقطعها. صافي كيشوفوا كنعصر ديك نص ليمونه، ها نص ليمونه بركه، لحسب باقي عندي الليمونه راه هي ليمونه مطحونه، عندي ليمون مرقد مطحون. صافي باقي هنا عندي واحد شتيتو ديال الزبيب، وعندي هنايا الليمونه مرقده محكوكه حتى هي، وهذا عود الفلفل الاسود ها هو في الماء طايب غنصفيهم خصهم نطحنوا حتى هو. وعندي هنايا الهريسه، غادي نعمل واحد المغرفه ديال الهريسه. صافي صافي كتشوفوا دابا غنشبر على بركه الله ديك الحوت بيض، غنصبق منه هو الاولاني. هانتوما غادي نعملو الترميله ديالو. غادي نعمل ديك الكالامار. صافي دابا عملت واحد المقيله هنايا تسخن باش غنعمل فيها ديك الحوت ديالي على بركه الله. غادي نرجع عندك البصل كيف كتشوفوا معايا. دابا اللي غادي نعمل له البصل غادي نعمل له ديك الزبيب. هنا الزبيب واحد 100 غرام يمكن هكذاك. اللي ما بغاتش تعملو ما تعملوش، بصراحه كيجي غزال. صافي غادي نرجع من الحوت عاود. تيوجد وغادي نزولو عاود غادي نعمل ديك الكالامار حتى هو. كيف كتشوفوا ديك الفلفل الاسود عملته هنايا في الطحانه هذه وطحنته. دابا غادي نزيد عليه واحد الكميه ديال الشامبينيونات حتى هما غادي نطحنوا، ما نخليهمش يدرطوا كبارين، حتى هما غادي نطحنهم. كيف كتشوفوا غادي نزول دابا هذاك الحوت غادي نزولو.
صافي. من بعد ما حيدتو غادي نعمل ديك الكالامار. صافي. هنا ديك البصل ديالي غادي نضيف عليه ديك الشامبينيونس والفلفل الاسود، غادي نعملهم. وغادي نضيف لهم حتى ديك اللي سلقت في الماء، ديك الرجيلات ديال الكالامار حتى هما طحنتهم. صافي. وديك الكلام جامبا حتى هي غادي نضيفها عليها بالترميله ديالها بكلشي هانتوما. صافي. هذاك الكالامار حتى هو غادي نضيفو. دابا غادي نضيف لهم ديك الليمونه اللي محكوكه، تقريبا ليمونه مكموله هذه، واش ماشي ليمونه كبيره بزاف. غادي ندير ديك الليمونه حتى هي، وغادي نعمل لها ترميله. شتيتو ديك الترميله اللي شرملت بها الحوت. صافي. دابا غادي نخليوها واحد شتيتو ونرجعوا لها. صافي اخوتي. دابا اللي بقى لي هو دابا باقي غير ديك الزيت هو اللي بقى على الوجه. ها نتوما قطعت شعريه صينيه زقتها في الماء وقطعت ستيتوا. صافي. المهم كيف شفتوا اخوتي دابا غادي نطفي لها. صافي. وغادي نعملها تستقطر باش يقطر منها ديك الزيت اللي فيها، ما يبقى لها شي باش ما كتجيش مزيته. وغادي نرجع نعجن العجين باش غادي الملوي ديالنا اللي غادي نعدل بهم بسطيله ان شاء الله يا ربي. صافي. ديك الحوت كيف كتشوفوا من بعد ما خليتها تبرد غادي نشبروه هانتوما، غادي نقطعو هكذا غنفتتو. صافي. غادي نخليها حتى هي تزيد تبرد مزيان. صافي. كي شفتوا دابا غادي نعجن العجينه ديالي باش غنعدو ديك بسيطلات على بركه الله. عندي هنا تقريبا كيلو ديال الطحين، عندي واحد المغروفه صغيره ديال السكر، وعندي الملح على حسب العجن على حسب الذوق، واحد الخميره ديال الحلوى بلاتي ما جبتهاش، واحد الصوبرين ديال الخميره ديال 15 غرام حتى هو غادي نعملو. وغادي نعمل هنايا واحد شتيتو، هذا هنا عندي مخلط الزبده والزيت. غادي نعمل هنايا واحد جوج ثلاثة أربعة المغارف صغار، هي جوج مغارف كبارين. صافي. دابا على بركة الله غادي نجمع العجين ديالي على بركة الله. بسم الله. عندنا بارد هنايا. دابا غادي نعمل في سطح العمل باش ندلكها مزيان.
صافي. من بعد ما رتحت العجينه ديالي هانتوما غادي نزولها من البلاستيكه. على بركه الله. شوفوا كيف كتسدلك راسها بيدها بصراحه. المهم انا دلكتها ولكن كتزيد تسدلك راسها هكذا. دابا اللي بقى لي هو غادي شوفوا كيف كتولي. هانتوما كيف كتشوفوا. صافي دابا انا غادي نعمل مكورات التطوين. غادي نجيب الزيت. صافي دابا كيف شفتوا معايا غادي نشبر الزيت. هانتوما هذاك الزيت نيت اللي طيبت به ما خلطته، ماشي غير هو بوحديتو، زدتو شويش اخر. هانتوما غادي نعمل بولات هكذا صغارين هكذا، وغادي منهم يطلقوا عاود يرتاحوا. صافي كي شفتوا الحشوه ديالي هانتوما انا عملتها في هذا البلاطو راه بردت. دابا هذاك الحوت غادي نضيفوا عليها. ندير داك الحوت. صافي صافي كي شفتوا من بعد ما خلطوا مع بعضياتهم غادي نحيدو، غادي نقربوا لهيه وغنشوف هذا العجين ديالي كيف كتشوفوا معايا هنايا. ها هو العجين ديالي راه هو ارتاح لي. صافي ساليتو هكذا. دابا غادي نطلق على بركه الله. نبدا بالاولانيه اللي عملت. بسم الله على بركه الله. موجده اللاطه، الفران عندي مشعول. على بركه الله. بسم الله. صافي كيف شفتوا معايا من بعد ما كنطلقها خاصني نطلقها هي تكون دقيقه مزيان. صافي غادي نشبر داك الزيت عاود وغندهنها هيدا وغنشبرهم هيدا وغادي نعملها هكذا. عاود غادي نرد هيدا. صافي هانتوما غادي نخليهم. دابا غادي ننزلها ترتاح. غادي نخليها هنايا ترتاح وغادي نهز واحده اخرى عاود بعد ما ترتاح هذيك. غادي نزيد معكم الثانيه عاود. هانتوما كيف شفتوا معايا عاود غنعمل لها هيدا. والغلب هاد الحواشي هادو اللي كنطلق مزيان، اما الوسط كنخليه. صافي عاود غادي نشبر عاود غنعمر الحشوه ديالي هنايا. شفتوا كيف كنجمع. هانتوما صافي عاود غنزلها في اللاط. صافي عاود اخرى. هانتوما غنزيد معكم الثالثه. غادي نزيد معكم الثالثه خوتي وباش غادي نكملهم ونرجع لكم ان شاء الله يا ربي باش ما يجيناش الفيديو طويل. على حسب لو بقيت نعملهم كاملين راه غيجيني الفيديو طويل بزاف. صافي دابا غادي نعمر عاود.
كيف كتشوفوا خوتي من بعد ما ساليت اللاطه الاولانيه، هانتوما غادي ندهنهم بالبيضات على الوجه ونثقبهم، ضروري نثقبوهم على بركه الله. دابا غادي نشبر، غادي نثقبهم باش ما يطرطقوليش. الخشخاش ولا الشيه اللي كان عندكم، غادي نرش عليهم واحد شويه. صافي اخوتي، دابا كي شفتوا غادي ندخلهم للفران يطيبوا على درجه الحراره عندي 200. عندي 200 ديال درجه الحراره. المهم انا الفران ديالي ما فيه لا فرفاره لا حتى شي حاجه، الفران عادي. على بركه الله اخوتي. ملي غادي يوجدوا غادي نكمل اللي بقى ونرجع لكم. كيف كتشوفوا اخوتي بعد ما خرجتهم من الفران انا بديت كنعمل لهم تزيين، بديت كنزينهم، كنعمل لهم الجبن. قطعت الجبن هكذا، قطعته هكذا كيف كتشوفوا معايا. كنزولو البلاستيكه حيت قطعته البلاستيكه ديالو. بعد كنشبر، كنعمل وحده هيدا، عاود كنزيد اخرى كنعمل لها هيدا. المهم التزيين كيبقى كل واحد الذوق ديالو، تزين كيما بغا. صافي كنعمل هكذا، عاود كنشبر هنايا، كنشبر واحد القنبه، كنعمل عاود هنايا، عاود غادي نعمل. وغادي نشوف نعمل شي حاجه على شي حاجه هكذا بسيطه ونرجع لكم. اخوتي من بعد ما ساليتهم كيف كتشوفوا معايا، هانتوما كيف كيجيو صراحه الله. هانتوما كيف كيجيو هشاش بزاف، كيجيو غزلان، واحد المذاق رائع بزاف، فيهم مقرملين مقرمشين. نجي نقول مقرمشين كنقول لكم هشاش بحال كيجيو ما شاء الله غزلان. هاد البسيطلات هادو كنتمنى على ربي ينالوا الرضا ديالكم ويعجبوكم. هذا هو اخوتي، انا رانا نوريكم وحده حليتها. دابا كيف شفتوا معايا غادي نحل لكم وحده تشوفوها على بركه الله. هانتوما اخوتي كيف كتشوفوا، هانتوما كيف كيجيو معمرين غزلان. صافي اخوتي، دابا دمتم في رعايه الله وحفظه. مع السلامه، فيديو اخر. وما تنساوناش شي كومنتاريز ديالكم، اللايكات ديالكم، شي سؤال على اي حاجه، شي حاجه ما عرفتوهاش ولا اي حاجه، مرحبا الف مرحبا. مع السلامه، فيديو اخر.